هلا والله بالشباب الطيبة، يابا رجعنا لكم بعد انقطاع أكثر من 3 أشهر وبمحتوى جديد. قلنا لكم المحتوى القديم اللغة نهائيا. هسه راح نبلش بمحتوى جديد اللي هو سوق الفوركس والمضاربة والتداول والسندات وصفقات سريعة وصفقات قصيرة وبعيدة الأمد. إن شاء الله أكو خطوات لازم تعرفونهن كمبتدئين من الصفر، وكبداية حلوة. وما هي شركات الوساطة إن شاء الله راح أفهمكم عليهن هسه بالمقطع، خليكم وياي. أول شي لازم تعرفه إنه بسوق الفوركس إنه لازم تكون شركة وساطة. شركة الوساطة هاي شنو هي؟ اللي هي راح تربطك بين انت يعني كشخص تريد تتداول وبين السوق العالمي بأقل لوت ممكن. مثلا عندك شركة اكس ام، وعندك شركة هواي شركات هنا، وعندك شركة انزو. ومن الافضل الشركات هي شركة انزو اللي انا حاليا دا اتعامل وياها وعندي حساب بيها. ومن المميزات بالحساب مال انزو حاليا فترة رمضان ينطونك بونص ترحيبي اللي هو قيمته $50 تتداول بيه كمبتدئ وتتعلم. وإذا قدرت تصعدهن أكثر من $120 راح تقدر تسحبهن بمحفظتك الخاصة اللي هي محفظة زين كاش. الشغلة الثانية اللي تحتاجها هو برنامج ميتا تريدر 5 وجروب تليجرام، وهنا يدزون بيه توصيات أو شرح وراح يكون سهل. أول شي لازم تعرفونه بسوق الفوركس، أول شي ندخل على MT5 موجود على سوق بلاي. حاليا أنا فاتح حساب تداول مجاني أو نقول له ديمو، يعني منطيني بيه $1000 أو $10,000 أتداول بيهن ببلاش. حاليا السوق مغلق. السوق شو وقت ينغلق يوم السبت والأحد، هذه لازم تعرفونها. بدايتك كمبتدئ أول شي لازم تعرفه أنه حركة الشموع حاليا اللي هي تمثل عندك 1 دقيقة و5 دقيقة وال15 وال30 والواحد ساعة وال4 ساعات والشمعة الواحدة 1 يوم والأسبوعية والشهر. أول شي لازم تعرف شنو هي اللي 1 دقيقة. ال1 دقيقة هي شنو هي؟ حركة هاي الشمعة. يعني هاي الشمعة مثلا هاي هسه حاليا السوق واقف فما راح تتحرك هاي الشمعة. لحظة خل أحولكم على الحساب الثاني. هسه حاليا حتى يكون الشرح واضح، جيناكم حساب حقيقي اللي هي عملة البيتكوين. بيتكوين مفتوحة حاليا. هسه داخلين احنا على الوضع 1 دقيقة. فراح تشوفون هسه حاليا انه الشمعة الواحدة تتحرك بالدقيقة مدتها شقد. مثلا اذا بدت منها مثلا انت كمتداول مبتدئ راح تتوقعها صعودية او هبوط شمعة حمراء. يعني نقول شوف حاليا هسه صعدت تتوقعها انت تدخل شراء. اذا شراء تدخل الشراء يعني ليفوق. اما اذا البيع تتوقع الشمعة الى تحت. هسه مثلا انا هسه ما اقدر ادخل، مشكلة السوق واقف حاليا فما تقدر تدخل حاليا. هسه شلون تدخل الصفقة؟ تدخل من هاي مثلا تريد اللوت مالك. اللوت هذا اقل لوت اللي هو 1 سنت يمثل لك. مثلا دخلت صفقة 1 سنت من 28,000. هاي لحظة، مشكلة ايه. هسه مثلا دخلت التبلوت 1 سنت من هذا الرقم، نقول بالضبط هذا 28,000. تحرك السوق إلى هذا المكان وانت متوقع داخل شراء. فالربح مالك الصافي هو $30. انما هاي بالبيتكوين. البيتكوين شوي عالي. اما اذا بالعملات الباقية فاذا تحرك السوق هالقد راح تكون $2 او يعني $3 تقريبا. فحاليا هذا الحركة مالته. اما اذا تريد تدخل بيع
مثلا انت من هذا المكان دخلت توقعت انه راح ينزل السوق من 28,060 مثلا نزل لهنايا. فانت هنا هم كذلك انت راح تربح ايش قد 3.5 دولار، او اذا كانت عملة البيتكوين راح تربح اكثر من 33 دولار. اما اذا تريد تزود اللوت منها مثلا 0.2 اللي هي 30 راح تتحول 60. هاي كمبتدئ انت ما راح تحتاج تعرفها. اللي لازم تعرفه انه السيل اللي هو بيع، لا تتوقع الشمعة نزولية. اما الباي اللي هي شراء تتوقعها صعودية. حاليا هسه هاي كمبتدئ. عندك الستوب لوز والتي بي، اللي هي التي بي وقف الربح، تدخل الصفقة تلقائيا. مثلا انا اذا اتوقعها تصعد، دخلت الصفقة من هذا المكان وتوقعتها صعود تدخل شراء. مثلا أنا أريد أوقف الربح إلى 100 مثلا، لا 100، 28 و100. الستوب مالي ايش قد راح يكون؟ نخلي هذا 27,950. يعني السعر إذا نزل لهذا الرقم تلقائيا الصفقة راح تتوقف. ليش؟ لأن أنا مخليه ستوب حتى تتوقف الخسارة. أما الربح إذا استمرت بالصعود فهي عند هذا الرقم اللي هو 28,103 راح تلقائيا تنتهي الصفقة على ربح وتتقفل إذا أنت كنت نايم وتحب ما تحب تراقب الصفقة. هذين الشغلات لازم تعرفهم. هسه حاليا نرجع إلى شمعات 5 دقائق. قلنا لكم الوقت اللي هو عمر الشمعة، 15 دقيقة هاي عمر الشمعة، أما 30 دقيقة هو نفسيته عمر الشمعة، والساعة كذلك، وال4 ساعات النت شوية ضعيف. هذا عمر الشمعة. عندك من هيك تريد تضيف الشغلات مثلا اللي تحتاجهن هم كمبتدئ بالتحليل أشكال، خط عمودي، خط أفقي، خط التوجيه. هاي بعدين راح نشرحهن وتتعلمهن إن شاء الله. آه وقلنا من هاي تدخل الصفقة إذا تريد تدخلها. عندك هنا العملات، عندك الذهب والدولار ضد الدولار الكندي، والدولار ضد الين الياباني، وعندك الكندي ضد الفرنك السويسري. وهاي هذا الداو 30. وعندك هواي شغلات، هاي عملات هواية. ومن هذا تريد تضيف عملة حاب تتداولها، أو عندك هذا الملف يعني فوركس ميكر او ما ادري شو اسمه غير اسم. هاي يعني من نضيف عملة تحب تبحث عنها، مثلا يو اس اي، مثلا يو اس دي. هذه هاي عملات تحب تضيفها من هاي. المهم احنا خلصنا هذا الشرح من هاي، ننتقل الى الشرح الثاني اللي هو كيف تفتح حساب عند شركة وساطة اللي هي انزو، اللي هي راح تنطيك بونص ترحيبي 50 دولار حاليا. يعني عرض مغري بفترة شهر رمضان. أنا أنصحكم هسه تفتحون حساب.